ومن ضمن سلسلة وصفاتي اليوم حبيت شارك معكم طريقة المسخن، وبدي تركزولي على الرولات. أنا حبيت أعمل لكم المسخن اليوم بطريقة كتير سهلة مشان تعملوها برولات الخبز المرقد العادي، بتقطعوه بتعملوه هيك رولات وبتسخنوه. وحبيت كمان أعمل كبة جنبها، فأنا زودت كمية اللحمة مشان كمان أحشيكم قرص كبة وجرب المسخن بالكبة. ما بدي إلكن قديش هالأكلة رهيبة، بس تعالوا معي نشوف كيف جهزتها وحضرتها. المسخن بده بصل كتير، فيكن تعملوه ناعم فيكن تعملوه جوانح، وبده زيت زيتون كمية وفيرة. بس دبل البصل كنت هون مقطعة صدور الدجاج، وكنت طبعا غاسلتها وحاطتها بالخل. وبس استوت اللحمة طبعا بركز ملحها وبحط لها السماق كمان. السماق بدها كمية وفيرة. وبالنسبة للكبة اللي بدي اخده للكبة مثل ما شايفين حطيت له اللوز. هلا هون انا عملت كاستين برغل، غسلتهم وحطيت لهم ملح وفلفل وصدر دجاج، وحطيت لهم حبتين بطاطا. البطاطا بتعطيها نكهة طيبة وبتقرمش. وهون كمان فرمتهم وشين وحطيت لهم، رجعت ركزت ملحهم والفلفل وحطيت لهم بابريكا. وهون نسيت للأسف صور لكم لما حشيتهم وجهزتهم. هي قليتهم هيك وهيك جهزت الكبة. وهون عملت جران حطيت فيهم مسبحة، وحطيت متبل، وحطيت هذا الرومي المدخن. وهيك بالنسبة للبقايا اللي زادوا عندي من المسخن عملت الرولات بالخبز وسقسقتهم بالزيت، وهون كبستهم بالمقلاية. وشوفوا هالمنظر اللي ما بيرحم، لحاله عم يحكي. أكلة رائعة. بتعملوا جنبها سلطة لبن، أو بتحطوا جنبها خيار أو لبن عيران، وبالعافية.